بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. النهارده قلت اعمل معاكم روتين جديد في الغسيل كداتا. قلنا نغسل مع بعض على الغسالة العادي عشان نبقوا كداتي كل حاجة قدامكم ان شاء الله. الغسالة العادية بسم الله ما شاء الله كداتي غسيلهي كل شمعة منورة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم كل اللي يخش على الفيديو بتاعي يشترك في القناة فضلا وليس أمرا، ويحط زر اللايك ويدوس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. اتنين، ويا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم، لأن بصراحة الحمد لله الحمد لله. وبالله عليكم تاني برضو ما تنسوش تدعوا طلاب تالتة ثانوي، لأن الفيزياء معذرة الكيمياء والعربي كانوا بصراحة صعبة جدا 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 على الأولاد، فربنا يقف معهم إن شاء الله. أولاد العالم أجمعين، مش بنتنا بس، كل أولاد العالم إن شاء الله يكرمهم بالتوفيق والنجاح العالي. وإن شاء الله كده ينصرهم نصرا عزيزا ميسرا، ويقف معاهم ويجبر بخاطرهم جبر يتعجب له أهل السماوات والأرض. زي ما انتم عارفين الغسالة العادية بتدعك الهدوم وبتلكلكي، فلازم يعني خالص الهدوم بتلف على بعضها كده، فبتغلبنا على ما تطلع من بعضها، بس بتخلي الخلق كل شمعة منورة. وهنطلعهم مع بعض كده وقدام بعض. الخلق طالع بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بيبرق وبألف كديتي صحة وعافية، ويخليهم لنا ربنا، ونغسل هدومهم وننضفوا لهم، وإن شاء الله يقدرنا على تعليمهم، والحمد لله على كل اللي يجيبه لنا ربنا. هناتي حطينا الحطة طلعناها، دي الحطة التانية، دي الحطة الأولانية البيضة خالص، الحطة الأولانية والحطة التانية دي. وهنحطوا هنحطوا الحطة التالتة في الغسالة، فما عليهش كداتي هنسيبوها تغسل مع بعضها وتنضفها بعدلها. نيت أول حل حطيت التيشيرت بتاع ولدي، وده البيجامة برضه، ودي بنطلون جوزي. فلازم الواحد كده يحط حاجة عشان الغسالة تعرف تدعكهم وتمرغهم مرغب عدل. وهحطهم ياخدوا ويدوا مع نفسهم لحد ما الهدوم تبقى كل شمعة منورة كديت. ما شاء الله كديت الغسالة بتدعك وتنظف وتخلي الخلق كل شمعة منورة. انا مش راضية اقطع الغسالة، فبوريكم هي تدعك ازاي وبتنضف ما تخلي الخلق، والله العظيم ما تخليه لنجي كده. يعني عارفين يعني ايه لنجي؟ يعني بيبرق بيلمع. هناك عبينا طشت الصغيرة مية وفضيناها في الطشت الكبيرة عشان هي نعبي الطشت كده مية. وهنحط شوية معطر في الهني برضو عشان الهدوم تبقى معطرة وريحتها حلوة. هناك انا عبيت الطشت وعبيته تانا ديني عشان الطشت تعبي تنفوحة، وهجنبر معاكم واشاهدهم شهيدة زيني. الخلق لما طالع ما شاء الله بيبرق من الغسالة. شايفين زي ما قلت لكم في الاول ان الخلق بيتلف على بعضه، شايفين قاعدين بيحلوا من بعضها. ويا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله، وان شاء الله كده يا رب نكونوا بداتي مع بعض على طول. معذرة ترى لي بنتي بنت الصغيرة اللي بتصور لها عشان خواتها كانوا نايمين. الخلق بسم الله ما شاء الله طالع فل شمعة منورة. وهناك لازم نشاهد الابيض الاول، والابيض لازم يتحط واحدة، ما يتحطش معاه اي الوان. دي يا جماعة الشرطة بتاع جوزي مش عارفة ايه اللي دعكوا حابرة، فهنجرده مرضاش يطلع، مش مشكلة ما عملش حاجة. الخلق الابيض زي ما انا قلت لكم لازم يتحط واحد وما يتحطش معاه الوان عشان الخلق الابيض ما يضلمش، لان الخلق الابيض معروف انه يتحط وحده في غسالة عادية، في غسالة اوتوماتيك ما يتحط وحده الخلق الابيض عشان يطلع كده بيبرق ويطلع فل شمعة منورة. واللهم صل على سيدنا محمد. انا كنت بنشر فالحطة كديتي مش عارفة والله اقول لكم ازاي كده يعني. الحمد لله شايفين الابيض طالع بسم الله ما شاء الله.
وهنشاهدهم كده مع بعضينا كلهم، وبعد كده نشروهم. وان شاء الله كده يا رب اول ما نخلص الخلق ينشف نحشوه من على المعاليق، عشان ريحة المعطر ما تعمل تقعد ما تنشفش ما تروحش يعني منه. وهناكي جوزي جاب لي كيلو فول، فانا قلت انا اجي معاكم ونسرقوه سربة زينة كده، عشان لو في طينة في رملاية في زلطاية لازم نحشوها. لازم تنقيه الاول عشان ما تبقى فيه زلطاية كده بيضة، اللي هي ما تبقى بزلطة برملاية كده. فأي حاجة في الفول بتقرش وما تبان، فاحنا لازم ننقوه كويس ونسلقوه سربة زينة كده. ولو عاوزة بعد ما تنقيه تغسليه غسلة زينة وتنقعيه اعمليه. انا بصراحة راح انقعه من الساعة 3، وبعد كده اعلقه الساعة 6 على البوتاجاز. وهناك ملقين معاكم الفلاية ده وحشة حشناها. لو في اي زبطاية ولا اي فلاية بايظة لازم نحشوها عشان ما تدعكش الدنيا معانا. واتمنى كده يا رب الفيديو يعجبكم من رضاكم. شايفين هنا بقول لكم ان الفوله دي نضيفه، ما لقيتش فيها ولا حاجه غير عوده وفولايه وحشه بس. وهنا تعبت لهم البوله تاني ميه، وراح نغسلهم غسله زينه وندعكم ضحكه زينه كده بيداني. شايفين لازم نفركوه كده عشان معروف ان الفول فيه زبط، بس مش اللي هو زبط اليد بس يعني، مش زي الفول المدشوش، مش زي العدس. لازم برضو نغسلوه كويس. ويا رب كده اتمنى الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. هو روتين بسيط. شايفين مية الفول هنديله فم تاني برضو. وبعد كده نجيبوا الدماسة ونحطوها فيه وننيخوه. لو عاوزة تعلقيه على طول علقيه، عاوزة تحطيله اللهم صل على سيدنا محمد رز حطيله، مش هيقول لا. عاوزة تحطيله رز وعدس وفول مدشوش حطيله. وعاوزة تحطي لازم تحطي الليمون عشان الغلاية تطلع فاتحة واللون بتاعه يطلع بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. ويا رب كده ان شاء الله الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. هنيتي بعد ما ادينا له فمين هنحطه في الدماسة مع بعضيكم كده وشوفوني. وبعد كديتي انا في حتة عملتها برضو غلط، ان انا غطيته بغطية الدماسة وما يتغطاش بالغطاية. هو يتغطى بحلي، والحلة دي تكون معبياها مية وتكون غاسلة قعرتها كويس وحطها على الدماسة زي ما انتو كديتي عارفين. لكن انا مش عارفة، انا ما افتكرتش خالص ان اغطي معاكم. بس بعد ما قفلت الكاميرا رحت عبيت الحلي وحطيتها على البوتاجاز عليه على الدماسة نفسها، غطيت الدماسة بيه. وبعد الفول ما يتفتحش عليه غير بعد 3 ساعات عشان ما يسودش. ولو عندك ليمونة زي ما انا قلت لك في الاول تغسليها واعصريها وتحطيها بقشرها على كده. ودول كان عندي شوية فول مدشوش غسلتهم غسلة زينة برضو ادينا بوريهم لكم. وهحطهم معاهم. ليه هحطهم معاهم؟ عشان يبقى الغلاية كده بسم الله ما شاء الله فاتحة كده ولونها حلو ولونها جميل. ها هنا اخدت هكبهم وشيدهم شيدة زينة على الغسالة على الحنفية. معلهاش قلت بدل ما اقول حنفية قلت غسالة. وهو قدامكم وهنقعهم مع بعض. دي الكلام دي كله كان ايه الساعة 3 بالليل. والساعة 6 ان شاء الله نبقى نكب ميتهم اللي نقعناها فيه ونحط لهم مية نظيفة ونشغل عليهم البوتاجاز. بعد 3 ساعات تكون مغطية بحلة مليانة مية. بعد 3 ساعات لما تفتحي عليها شايفين انت ما تغطاش بالغطايا زي كده، لا تحشوا الغطايا وتحطوا حلة. الحلة دي تكون مليانة مية وتسيبيها على البوتاجاز. من اول ما يغلي كده تبتدي تهدي النار بسيط عليها وهيطلع بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا علينا وعليكم. وهنيت انا كبتهم الماء دول اللي كنت منقعهم بيها. فبعد ما كبهم راح احط لهم مية نظيفة. الفولات دول اللي وقعوا في البوله برضه هناخدهم، ما فيش حاجه خساره تقعد. زي ما انتوا عارفين الدنيا غالي والحمد لله. انا هنا بوريهم لكم ان انا كبت الميه وهعبيها ميه واحطها معاكم على البوتاجاز. فاثناء الحته دي اني بدل ما احط الغطايا كنت المفروض حطيت الحله قدامكم، بس انا قفلت الكاميرا وبعد كده عبيت الحلي وحطيتها. فانتوا ايه ما نحطوش الغطايا، حطوا حله مليانه ميه
وما تفتحوش عليه غير الا بعد 3 ساعات. وشايفين الفول بعد ما استوى بقى زي الزبدة معانا ازاي، بسم الله ما شاء الله. انا هوريهولكم قدامكم لما ظل شايفين الغلاية، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وما تنسوش لو وصلتوا معي لحد هنا تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى كده يا رب الفيديو يعجبكم وينول رضاكم. وهنا راح اوريكم الفول بعد ما استوى وشايفين اللون بتاعه. انت غير عاد بعد كده لما تحميه وتحطوا له زيت وتحطوا له طحينة وتحطوا له ليمون وتحطوا له شوية كمون كده، يبقى الف هنا وشفا علينا وعليكم. ومطرح ما يسر يمره، واتمنى انكم تجربوه. والف هنا وشفا علينا وعليكم. ولو وصلتوا معي لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.